اليوم نروحوا للغرب الجزائري ونديروا هذه الوصفه اللي ما راكوش رايحين تشبعوا منها، ونوري لكم كيفاش المعقوده ديالكم ما تنحللكمش كامل في المقله. تبعوا معايا. البطاطا نحطها تغلي بها بقشورها، وفي الطنجره نوجد لاصوص وين نحط مغرفه تاع السمن، 2 مغارف تاع الزيت، ونخليها تسخن فوق نار قليله. من بعد نقلي اللحم ديالي مليح وندير له حبه بصل كبيره اللي كنت قطعتها في الرقيق، ونتبلها بسكنجبير، فلفل الكحل وشويه تاع الملح، وبلا ما ننسى الزعفران. كنت خليته واحد 5 دقائق في الماء حتى طلق مليح. وليله من قبل كنت شمخت الحميصه، وكما على بالكم انا ديما نستعمل معكم الحميصه تاع كاريدو بزاف طيابه وما تخافوش كامل منها. نزيدها اللحم ديالي، نمرق بشويه تاع الماء، نغطي ونخليها تكتك على نار قليله حتى. ونعاود نولي البطاطا بعد ما طابت نكرازيها، نزيد لها شويه تاع الثوم، المعدنوس والتوابل، الملح، كركم، سكنجبير، شويه تاع الكمون، عكري وفلفل الكحل، مغرفه ولا 2 تاع لا شابلور، ونطمها بالبيض. المعقوده ديالكم ما يلزمش تكون ناشفه بزاف وما يلزمش تكون طريه، والبطاطا كل ما تكون ناشفه مليح من الماء ما تخافوش كامل منها تنحل لكم في المقله. واذا خفتوا تقدروا تخلوها في الفريجيدير 5 دقائق. نشكل كريات ونرمدهم في الفرينه، من بعد نبلاطيهم بهذه الطريقه مباشره، نروح نقليهم في زيت سخونه غير يحمروا نحيهم. الزيت يلزم تكون سخونه وغير حطوهم يطيبوا، نقصوا النار وشوفوا المعقوده ديالكم كيفاش تكون ما تشرب لكمش كامل الزيت وتجيكم بزاف بنينه. ومرقه بالحمص ديالنا راهي طايبه، كلمسه اخيره نزيد لها رشه معدنوس من الفوق وصدقوني تجيكم بزاف بنينه. نحطوا المعقوده ديالنا بهذه الطريقه، ودوكا باش تعرفوا بنتها لازم عليكم تجربوها. شهيه طيبه، والسلام عليكم.